ليس للأمة ولا لأي مسلم من قيمة إن هو بقي متفرجا على مهرجان ذبح إخوانه المسلمين ظانا أنه لن يذبح مع المذبوحين. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. من خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه خذله الله في موطن يحب نصرته. إن ترك صدور إخواننا المجاهدين مكشوفة لغارات العدو الصهيوني مع قفل الأبواب والمعابر أمام من يريد أن يغيث ملهوفهم ويواسي مكلومهم عار ستشترك الأمة في دفع ثمنه عاجلا أو آجلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعرض اليوم إن شاء الله 3 رؤى. الرؤية الثالثة الأخيرة تخصني، وفيها ما يدل على توقف القتال والحرب الحالية، ولكن لن أعقب عليها ولن أشرحها هذه المرة لعدة أسباب. الرؤية الأولى يقول الرائي: رأيت كأني أسير في وقت كأنه بعد العشاء أو وقت العتمة، المهم أنه كان في ظلمة وكنت أسير في طريق مستقيم. فجأة حدث رعد وبرقان، برق أول بلون أزرق والبرق الثاني بلون أخضر، ثم سمعت أصوات أناس يتحدثون، فذهبت باتجاه هذه الأصوات فوجدته جيش يستعد للهجوم، وفي مقدمته رجل قوي البنية له هيبة لا توصف، لحيته كثيفة بيضاء وفيها قليل من الشعر الأسود، ويبدو على وجهه أثر الغضب. فسألت الجنود: من هذا الرجل؟ فقالوا لي: إنه نبي الله موسى عليه السلام. ففرحت، وبدأ الجيش يتحرك، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أتحرك معهم، يعني انضم للجيش وتحرك معهم، وانتهت الرؤية. أولا في الرؤية ما يبشر وما يدل على استقامة الرأي وصلاحه، ولا نزكيه على الله، لأنه يقول: أسير في طريق مستقيم، يعني دليل على الاستقامة والصلاح. نلاحظ في هذه الرؤية تجمع وتتابع آيات الله سبحانه وتعالى وجنوده بالرموز الواردة في الرؤية: ظلمة وبرق ورعد، نتأملها في قوله تعالى في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. نلاحظ هذه الآيات والتي هي جنود الله سبحانه وتعالى، ظلمة ورعد وبرق، وكلها اجتمعت في حديث الله سبحانه وتعالى عن إحاطته بالكافرين. وهذه الرؤية تتكلم بالفعل عن إحاطة الله سبحانه وتعالى وإذنه بمحاربة الكافرين، والمقصود بالكافرين في هذه الرؤية هم اليهود، وسنرى الدليل على ذلك مع متابعة شرح الرؤية. نعود لنفصل. الرعد هو صوت قوي في الأصل يقذف الخوف والرعب في القلوب، وخاصة القلوب الغير مؤمنة. ثم أتى برق أزرق وبرق بضوء أخضر. من قبل في رؤى سابقة تكلمنا عن البرق باللون الأزرق وأنه يدل على الأهوال والشدائد، كذلك في قوله تعالى: فإذا برق البصر، برق يعني تشخص الأبصار من أهوال يوم القيامة. ثم جاء البرق بلون أخضر، وهنا اللون الأخضر في البرق يدل على الإذن والإيذان، إيذان من الله سبحانه وتعالى وإعطاء الإذن والإشارة، لأنه اقترن بسماع أصوات جيش يستعد للهجوم. كما نقول: أعطيت الضوء الأخضر لفلان، يعني أعطيته الإذن والسماح للبداية في المهمة. لو لاحظنا أو نتذكر في رؤية سابقة قلنا أن الضوء الأخضر مع الرعد أو الرعد بلون أخضر يدل على تنزل الملائكة ونزول جبريل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل في خضر تعلق به الدرر أو الدر. لأن أحداث هذه الرؤيا التي أولنا البرق الأخضر فيه على أنه جبريل عليه السلام، كانت الأحداث والقرائن في هذه الرؤيا تؤدي هذا المعنى، وهو تنزل الملائكة. لماذا أتى ذكر موسى عليه السلام بالتحديد في هذه الرؤيا وأنه يقود الجيش الذي يتأهب للهجوم؟ لأن سيدنا موسى عليه السلام جاء بالديانة اليهودية. الديانة اليهودية هي ديانة سماوية صحيحة، وهي ديانة العبرانيين المنحدرين من سلالة إبراهيم عليه السلام، والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل، وقد أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام بالديانة اليهودية. طبعا اليهود في هذا الوقت لا يمتون بصلة للديانة اليهودية، تتبرأ منهم كل الأديان وكل الأمم، ولكن التعبير بالتشبيه وباللفظ. كذلك من أسباب التشبيه سيدنا موسى عليه السلام أن يقود الجيش إلى هذه المهمة
ما وصفه الله سبحانه وتعالى به في كتابه في قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. فالقوة والأمانة والإخلاص لابد أن تتوفر في رجل يقوم بهذه المهمة العظيمة. والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤية الثانية، كأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الرؤية لتوصل هذه الرسالة. المهم في هذه الرؤية هو كلام الطفل في المهد. رأت كأن طفل يتكلم في المهد، فلما جاءت لترضعه نطق وقال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأقلب العرس إلى مأتم. وقع في نفسها في الرؤيا أنه يقصد أحداث غزة، وكأن الله سبحانه وتعالى كلم هذا الطفل وأخبره هذا الخبر. كلام الطفل في المهد هو يدل على الآية، آية ومعجزة، وذلك لقصة سيدنا عيسى عليه السلام. كذلك كلام الطفل الرضيع يكون حق وصدق في الرؤيا ما دام لم يخالف القرآن والسنة. قوله وعزتي وجلالي هو قسم الله سبحانه وتعالى، وقد أقسم الله سبحانه به في الحديث القدسي في نصرة النفس المظلومة، فقال تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأقلب العرس إلى مأتم. المهم أنه جاء في نفس الرؤية أنه يقصد ما يحدث في غزة. التزويج هو ما يتم بعقد مشترك بين طرفين، وهذا يدل على أن هناك ما يبرم من العقود بين جهتين أو طرفين ليحتفلوا على دماء الأبرياء ودماء الشهداء بالوصول إلى أهداف معينة. وهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أنه سيجعل تدميرهم بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤيا الثالثة كما قلت هي رؤيا خاصة بي، رأيتها قبل يومين أو ثلاثة. رأيت كأن هناك قتال قوي جدا بين العدو والمقاومة، وكانت الضربات تأتي من كل اتجاه ومن كل مكان، وفجأة أتت ضربة قوية من المنتصف أو من الوسط، يعني في الرؤيا كنت أعلم أنها من الوسط، وأتت هذه الضربة فضربت العدو وأجبرته على التراجع، أجبرت العدو وأرغمته على التراجع عن القتال وسحب قواته وإيقاف القصف على الأبرياء، وانسحب العدو. ووجدت أرض غزة بعدها يعمها هدوء وسكون عجيب، وأخذ العدو يتعجب من هذه الضربة، وأخذ يبحث يمينا وشمالا ليلصق هذه الضربة بأي دولة أو بأي مكان، ولكن لم يتوصل إلى أي نتيجة تدله من أين أتت هذه الضربة ولا كيف جاءته. فقلت في نفسي سبحان الله، كانوا يخططوا لأمد طويل وبعيد لهذه الحرب، ولكن هذه الضربة التي أتت من الوسط أجبرته وأرغمته على الرجوع والتوقف. ثم في نهاية الرؤيا كأني علمت أن قضية الرهائن كانت ما زالت قائمة كما هي، ومع ذلك أجبر العدو على التراجع ووقف القتال. إن شاء الله نعقب عليها في الوقت المناسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.